هالو everybody how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. معادنا النهارده ان شاء الله مع كونكت 3 تالتة ابتدائي، وهنعمل مراجعه او نحل امتحان على يونت 8 الوحده الثامنه. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا ومراجعتنا اعمل سبسكرايب اشتراك، وما تنساش اللايك والشير. نبدا بسم الله. مراجعة يونت 8 الوحدة الثامنة هتكون من كتاب الباهر. السؤال الأول بيقول look read and number، يعني انظر واقرأ ورقم. أول كلمة عندي مارش. مارش يعني شهر مارس. طبعا انت لو بصيت هتلاقي شهر مارس اللي هو بيجي فيه فصل الربيع، يبقى هي دي نمبر 1. احنا ما بنوصلش، احنا بنحط النمبر هنا في الصورة. نمبر 2 عندي سبراي. سبراي معناها بخاخ، طبعا هي الصورة دي حط فيها النمبر 2. وينتر. وينتر يعني شتاء، حط هنا النمبر 3. ستروبري. ستروبري يعني فراولة، هنحط هنا نمبر 4. سؤال كمان look and complete، يعني انظر واكمل، يعني زي سؤال سبلاي. هوت حر، يعني هوت ناقص حرف الاو. هنا شارع ستريت، الحرف اللي تنطقه اكتبه ستريت STR دبل اي تي، يبقى ستريت. وسؤال كمان او كلمه كمان اسمها سبرينج. سبرينج يعني الربيع SBR سبرينج سبرينج. شهر كمان اسمه اوغست اللي هو اغسطس AUGUST، يبقى هنا يو وهنا يو. السؤال اللي بعد كده كلمة متلخبطة واحنا هنرتبها على اساس الصورة اللي موجودة. طبعا ده شهر جون. يونيو اللي هو شهر 6 اسمه جون او يونيو. جون JUNE. ده خريف يعني فول. FALL. وخد بالك ان فول انا بكتبها ايه لكن هي تنطق او. ليه؟ لان حرف الاي لما يجي بعده حرف الاي تتقلب نطقها زي الاو. طب وبعد كده كولد بارد، يعني كولد COLD. سؤال كمان choose the correct words، يعني اختار الكلمة الصحيحة والكلمات الصحيحة. it's cold الجو بيبقى cold. it ديت عايد على الويذر اللي هو الطقس. it's cold الجو بيبقى cold بارد في فصل الايه طبعا in winter. رقم 2 عندي is your birthday. birthday يعني عيد ميلاد. طبعا انا هسأل اقول متى عيد ميلادك. متى يعني سمع حد شاطر ان بيقول متى يعني when. متى يعني when، يبقى when is your birthday. when is your birthday متى عيد ميلادك. هتقول it's on March 21st يعني 21 مارس. سؤال كمان it will be hot. it will be hot يعني سوف يكون حار. خد بالك ان الجملة دي في زمن الفيوتشر المستقبل، وطالما انا بتكلم على المستقبل وفي will be يبقى انا هختار tomorrow يعني غدا. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو مراجعه يونت 8 الوحده الثامنه ابطال ثالثه ابتدائي ومنهج كونكت، اعمل سبسكرايب وما تنساش اللايك والشير. ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف يعني الجزء اللي هو تحت الفيديو على طول لينك شرح جرامر يونت 8 اللي احنا بنراجعه ده. السؤال بيقول ماي بيرثداي يعني عيد ميلادي. ايه الحرف الجر اللي انا هختاره؟ هنا بيقول ايه جون 11 يعني 11 من يونيو. طب خد بالك طبعا احنا عارفين ان الشهور بيجي معاها حرف جر اسمه ان. الشهور اللي هي جانيوري فبراير الشهور اللي احنا اخدناها قبل كده بيجي معاها حرف جر اسمه ان. بس هو هنا مش حاطط شهر، ده هو حاطط شهر واليوم المحدد في الشهر، يعني في يوم في الشهر. طالما محدد يوم يبقى لازم اختار اون، لان الدايز الايام بيجي مع حرف جر اسمه اون. يبقى هو لو مدينا جون كده بس جون كده يبقى انا هختار ساعتها ان، لكن هو مدينا شهر ومعاه اليوم يبقى انا هختار اون، لان اون بتيجي مع الايام. سؤال كمان my favorite season يعني الفصل المفضل ليك ايه؟ طبعا ايه الفصل؟ هنا عندي فرايداي ده يوم الجمعة. سبرينج ده فصل الربيع. ماي ده شهر مايو. طبعا الفصل اللي هنا هو فصل السبرينج الربيع. السؤال اللي بعد كده بص للصورة وبتختار عليها الكلمة الصحيحة. الصورة دي جانيوري يناير ولا جولاي اللي هو يوليو شهر 7؟ طبعا ده برد اهو باين عليه ان هو برد، يبقى جانيوري يناير.
الصورة دي صورة سبرينج يعني ربيع ولا وينتر؟ طبعا هي صورة برد، يبقى أنا هختار وينتر اللي هي الشتاء. ده صورة شارع، شارع يعني ستريت هعمل عليها صح. ده cold يعني بردان ولا hot حران؟ طب هو باين طبعا من الشمس اللي طالعة ان هو hot يعني حران. السؤال اللي بعد كده سؤال التكست اللي هي القطعة، هنقراها ونفهمها كويس عشان نحل عليها الأسئلة اللي تحت. The earth يعني كوكب الأرض moves around يدور حول the sun الشمس. عارفين إن كوكب الأرض بيدور حول الشمس. This makes changes is in the light and temperature. ده إن هو الكوكب بيدور حول الشمس بيعمل بعض التغيرات في الإضاءة أو في الضوء ودرجة الحرارة. It makes the different seasons بيعمل كمان اختلاف في فصول السنة. It's sometimes أحيانا بيبقى very cold in winter أحيانا بيبقى الجو بارد طقس بارد في الشتاء. It's sunny بيبقى كمان مشمس in spring في الربيع. In summer بقى إنما في الصيف it's hot في الصيف الجو بيبقى hot يعني حار. It's not too hot in fall والجو ما بيبقاش حار جدا في فصل الخريف. هتحط تحت اما true يعني صح او false يعني خطأ. Number 1 the earth اللي هو كوكب الارض moves around بيدور حول the moon القمر. طبعا احنا عندنا في القطع هنا the earth moves around the sun كوكب الارض بيدور حول الشمس يبقى الاجابه الاولانيه false. Number 2 in summer في الصيف it's hot طبعا احنا عارفين في الصيف الجو بيبقى hot يعني حار. رقم 3 it's very cold in fall it's very cold يعني الجو بيبقى بارد جدا in fall يعني في فصل الخريف. طبعا الإجابة false بيقول في الخريف it's not too hot مبيبقاش حار جدا اهو في الخريف. رقم 4 it's sunny in spring يعني الجو بيبقى بارد الجو مشمس في الربيع. طبعا الإجابة true صح اهو it's sunny in spring. كده ده سؤال ماتش بس خد بالك انا مش بوصل انا بحط النمبر في الليترز بتاعته بحط الرقم مع الحرف. It's cold يعني الجو بيبقى او الطقس بيبقى بارد in in winter في فصل الشتاء يبقى هو السؤال ده نمبر 1 مع سي. when يعني متى when is طبعا when بتعمل سؤال when is when is your birthday متى عيد ميلادك. ده سؤال احنا كنا خدناه وقت الشرح. when is your birthday متى عيد ميلادك. هنحط هنا نمبر 2 معاها الليتر دي. what's your what's your favorite season يعني ما فصلك المفضل يبقى نمبر 3 معاها لتر A. take يعني خد take short showers يعني خد حمام قصير أو خد دش قصير يبقى نمبر 4 مع لتر P. السؤال بعد كده unscramble يعني رتب. عندي is your when birthday يبقى when is your birthday متى عيد ميلاد. السؤال اللي بعد كده it's very cold in winter يعني الجو بيبقى طقس بيبقى بارد جدا في فصل الشتاء. السؤال بعد كده ده باراجراف متلخبط وانت لو رتبته هيطلع الباراجراف بالطريقه الصحيحه. عندي everything grows and is new يعني كل شيء بيكبر بيكون جديد. My favorite season is spring فصلي المفضل هو الربيع. What's your favorite season ما فصلك المفضل. The flowers الزهور grow in my garden يعني الزهور بتكبر أو بتنمو في حديقتي. هتقول إيه؟ طبعا هبدأ الباراجراف What's your favorite season ما فصلك المفضل. الرد عليها My favorite season is in spring. My favorite season is spring يعني فصلي المفضل هو الربيع. الجملة الثالثة The flowers الزهور grow in my garden الزهور بتكبر أو بتنمو في حديقتي. Everything grows and is new يعني كل شيء بينمو بيكون جديد. آخر حاجة punctuate علامات الترقيم. جانيوري طبعا شهور السنة لازم تتعمل أول حرف فيها كابيتال وبعد كده دي جملة حط في الآخر full stop. What W بتاع what وفي الآخر question mark علامة استفهام.